بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا النهاردة إن شاء الله مقرمشات كده، بديل للأكياس اللي بتتباع في المحلات. هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة جدا، يعني كل المقدار ده تقريبا ب4 كوبايات دقيق. حاجة بسيطة كده وخفيفة وسريعة جدا. هنبدأ بقى كده الخطوات مع بعض. معانا كوباية مية دافية، معلقة ملح صغيرة، وحوالي معلقة صلصة اللي هي الجاهزة تكون معلقة كبيرة، وكوباية الا ربع زيت على زبدة، ممكن زيت على سمنة، ممكن زبدة، ممكن زيت بس. هنقلب بقى كل المقادير دي مع بعض، وهننزل ب4 كوبايات دقيق ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. هنبدأ بقى نعجن كده المكونات دي كلها. العجينة لازم تكون متماسكة، يعني لو احتاجت دقيق أنا بالظبط حطيت 4 كوبايات دقيق وزودت حوالي معلقة كبيرة، وكمان يكون قوامها ناعم بالشكل ده. هنقطعها بقى لكور صغيرة، يعني أكبر شوية كده من الليمونة الكبيرة بالشكل ده. هنغطيها ونسيبها ترتاح بالظبط 10 دقايق. طبعا نغطيها بكيس عشان ما تنشفش. 10 دقايق بس عشان العجينة ترتاح وتبقى سهلة معانا في الفرد. زي ما واضح كده العجينة بتتفرد بكل سهولة، وبجد وصفة سريعة جدا وسهلة جدا، وكمان مكوناتها بسيطة وموجودة عندنا في البيت. تقدري تستبدلي الزبدة بالزيت، يعني مفيش أي مشكلة. سمنة ماشي، زبدة بس تمام، يعني أي حاجة موجودة عندك تقدري تستخدميها. هنا بقى دهنا الوش بالكاتشب، يعني معلقة كبيرة كده هندهن بيها الكمية دي كلها، طبقة بسيطة كده عشان لما نحط أي إضافات على الوش تبقى ماسكة كويس. أي حاجة بقى موجودة عندنا. أنا حطيت زعتر اللي هو الزعتر المحوج، رشيت على الوش كده. والصينية التانية هندهنها برضو بالكاتشب، وهنوزع برضو يعني أي حاجة موجودة مثلا نحبها نحطها على المقرمشات. أنا حطيت هنا سمسم، لو عايزة برضو شمر ممكن ينسون بس يتحمص شوية. يعني بصراحة الإضافة ممكن بالزيتون بس نقطعه قطع صغيرة قوي عشان طبعا ينشف مع التسوية. هنقطع بقى كل دايرة كده 4 قطع. ممكن نعملها برضو بأي نوع جبن، وخاصة الجبن اللي هي بتنشف مع التسوية زي الجبنة الرومي أو الموتزاريلا. بصراحة بتبقى حلوة قوي. حطينا هنا حبة البركة. أي إضافات تحبيها، يعني في حاجات كتيرة جدا نقدر نحطها على الوش وتدي برضو نكهة كويسة جدا، وعلى حسب طبعا الرغبة. الزعتر المحوج برضو بيدي نكهة حلوة قوي للمقرمشات. هنا جبنة موتزاريلا، طبعا هي الجبنة الموتزاريلا او الرومي بتنشف مع التسوية، ودي طبعا مقرمشات، يعني مش هينفع جبنة تكون طرية. هنقطع كل قطعة بالشكل ده 4 مثلثات، يعني كل قطعة 4. هنسويها بقى على درجة حرارة 180، وناخد بالنا ونحرك الصواني كتير عشان احنا مش عايزين نار حامية، لانها بتاخد فترة شوية في التسوية، يعني حوالي ساعة الا ربع.
لحد ما توصل تبقى مقرمشة بالشكل ده. بنفك بقى المثلثات كده بكل سهولة. شوفوا يعني مقرمشة جدا، وبصراحة الطعم تحفة. دي بالسمسم، وفي بالزعتر وحبة البركة، وده زعتر وجبنة موتزاريلا. بتمنى وصفة النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش بقى الاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم ان شاء الله مني كل جديد. بشكركم شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.